اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بيكم النهاردة إن شاء الله معادنا مع يوم جديد وفيديو جديد. أحلى صباح على عيونكم أو أحلى مساء على عيونكم تبع ما انتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهاردة فيديو خفيف جدا جدا، بس يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. النهاردة ربنا أنقذني من موت محقق فعلا فعلا. وانا بصور الفيديو ده يعني حصل لي حاجة غريبة جدا كده في المطبخ. فبصراحة كنت فعلا يعني زي ما بيقولوا كده بين الحياة والموت، فربنا أنقذني سبحان الله. أنا هقول لكم على الغلطة اللي أنا عملتها وأنا بشتغل عشان محدش يقع في الغلطة دي ولا قدر الله يحصل له حاجة. في الأول كده نبتدي بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الأول أنا بعمل إيه، الأنبوبة كانت فضيت مني، جبت البوتاجاز الكهرباء ده بتاع الطوارئ، يعني حطيته على الرخامة كده وبدأت إن أنا أعمل. كنت خلاص إحنا كنا المغرب، يعني كنا بعد الغدا، وقلت أما أعمل إيه حاجة حلوة كده للأولاد، حاجة خفيفة. فلقيت عندي حبة لبن، حطيت كوباية لبن في حلة، وحطيت عليها 3 كوبايات مية، وحطيت عليها كوباية دقيق وكوباية سكر وكيسين فانيليا، وبدأت ان انا اقلبهم كده. طبعا كل ده انا لسه طافية البوتاجاز، يعني انا بقلبهم اهو عشان ما يبقاش في حاجة تبقى مكتلة ولا حاجة. وبعدين هشغل كده البوتاجاز وابتدي ان انا اقلبهم. دي ايه بقى اللي انا هعملها؟ دي هعمل بوظة او حليب. يعني احنا كنا زمان واحنا صغيرين كان بيعدي علينا شباب كده كانوا بيبقوا من الصعيد، كانوا بيبقوا مالين جركنين كده كبار في ايديهم ويمشوا يعني في عز الحر ويبيعوا لنا اللي هي البوظه دي. احنا كنا بنسميها حليب وفي ناس كانت بتسميها بوظه. فكنا بننزل لهم كده بالكوبايات في ايدينا يملوها لنا من الجلاكن بتاعتهم، يا اما كانوا بيجيبوها لنا في اكياس. ف يعني عرفت طريقتها ان هي بتتعمل ب ميه. يعني بتجيبي 4 كوبايات ميه، بتحط عليهم كوبايه سكر، وبتحط عليهم من نص كوبايه دقيق لتلات ارباع. انا بصراحه زودت شويه بس دي كانت غلطه مني، المفروض ان انا هعملها نص كوبايه دقيق او تلات ارباع بالكتير قوي على الاربع كوبايات ميه. انا بقى استبدلت كوبايه ميه منهم بكوبايه لبن. انت يعني انا عاملاها علشان تبقى يعني مفيده للاولاد وكده، لكن انت تقدري تعملها بميه بس. وعلى فكره انا كنت تاني يوم عملتها بميه بس، وكانت يعني ايه طعمها جميل جدا برضو. وكنت عملتها بقى خففت الدقيق شويه، فكانت طالعه خفيفه واحلى من اليوم اللي هو انا بصور فيه ده. اليوم اللي انا بصور فيه ده انا كنت عملتها مره تانية بميه، وكانت طالعه جميله برضو. فانا قلبت اهو السكر والفانيليا والدقيق والميه، وقعدت اقلبهم خالص خالص اهو على النار لغايه ما القوام بتاعهم يبقى عامل زي البشاميل اهو كده. طبعا البوظه دي بتفكرني بصراحه بايام زمان. كنت انا وولاد عمي كنا ساكنين في بيت واحد يعني، فكان لما الراجل يعدي بالبوظة دي كنا نجري على السلم مع بعض كل واحد شايل الكوباية بتاعته ونازل علشان يشتري كوباية البوظة أو كيس البوظة. كان بيبقى في الوقت ده بربع جنيه. يعني أنا فاكرة كان كيس البوظة بربع جنيه، كنا بننزل نشتري منه بجنيه، أكننا جايبين يعني حتة من السما واحنا طالعين. فبصراحة كانت أيام جميلة أوي أوي. فخلاص القوام اهو. طبعا انا كل ده لسه ما حطيتش خميره اهو لغايه ما ادتني القوام المطلوب. بعد كده هشيل الحله دي من على البوتاجاز، وهجيب كوبايه، بس الكاميرا مش جايبه قوي. هجيب كوبايه احط فيها شويه ميه، ممكن تجيبوا ميه من الحنفيه وممكن تدفي الميه بس تبقى زي دمع العين كده، على اساس ان هي الخميره ما تبص، لان انت لو سخنت الميه قوي الخميره هتبوظ منك. فانت يستحسن حطها ميه من الحنفيه وخلاص. انا والله كنت حطاها ميه من الحنفيه، ما دفتش ميه ولا حاجه. حطيت عليها معلقه سكر واحده، وحطيت عليها كيس خميره، وقلبتهم كده مع بعض وركنتهم على جنب لغايه ما العجينه اللي انت عاملاها في الحله تبرد. يعني انت هتسيبي الخميره لغايه ما تنشط، وفي نفس الوقت العجينه اللي انت عاملاها بتاعه البوظه دي تبرد كده شويه كده. طبعا استنيت انا شويه، فصلت الكاميرا واستنيت شويه. بعد شويه بقى
كده. شوفوا بقى القوام بتاعه اهو، بردت اهي، وبعدين الخميرة بتنشط اهي. شوفوا بقى بقت عامله زي ملت الكوبايه ازاي. نزلت بكميه الخميره اللي عندي في حبه الايه، عجينه البوظه دي، وهقلبها جامد بقى بالمضرب اليدوي اللي في ايدي ده. طبعا انت تقدري ان انت تعمليها خالص خالص اهو، وممكن تسيبيها تخمر زي ما هي كده وخلاص، وخلاص ما تعمليش فيها حاجه تاني. بس انا بصراحه بفضل ان انا اعملها في الكبه او في الخلاط علشان تبقى كلها سوا واحد، ما يبقاش فيها اي حته لا مكلكعه ولا جايه على جنب ولا اي حاجه، يبقى تبقى هي ايه، مخفوقه كلها ايه، سوا واحد كده. نزلت بالكميه كلها كده في الخلاط او في الكبه. هضربها بقى كده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لو انت وصلت معايا لحد هنا، أرجو ان انت تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يصلك كل فيديو جديد، وأرجو ان انت تدوسيلي لايك وتكتبي لي تعليق. طبعا كل ده فضلا منكم وليس أمرا، أنا يعني أنا مش بفرض على حد حاجة، بس يعني لو القناة زاد فيها متابعين أو مشتركين واتفعلت بطريقة يعني أحسن من كده، طبعا القناة بتكبر والمشاهدات بتزيد. فأنا أرجو من الجميع إن هم يشتركوا معايا في القناة، والقناة لو كبرت يبقى هي هتكبر بيكم، وحاجة يعني تبسطني وتسعدني ان شاء الله ان انتوا تكونوا معايا. بعد كده هنفضي اللي موجود في الكب معانا في اي بولة كده، لانك هتسيبيها تخمر بقى لمدة ساعة. طبعا احنا مختبرين الخميرة وعارفين ان هي نشيطة، وانت حاطة دقيق وحاطة مية وحاطة ايه فانيليا وسكر، هي هتخمر معاكي. بس انا اللي كنت زودت الدقيق حبة صغيرين. المفروض تحطي نص كوباية دقيق او 3/4 بالكتير على 4 كوبايات مية. فانت يعني تخلي بالك لما تيجي تعمليها بالمقادير بالظبط. هكتب المقادير على الشاشة علشان لو انت عايزه تعمليها. طبعا هي سهلة جدا. انت ممكن وانت قاعدة بالليل كده، لو انت عندك خميرة في التلاجة وكوباية دقيق ولا نص كوباية دقيق على كوباية سكر، تقوموا تعملوها بسرعة وتاكلوها انت والاولاد، بتبقى حاجة خفيفة جدا وحلوة كده. الواحد قاعد بيخاف يعمل حاجات دلوقتي يعني عشان السكر، بس هتعملي ايه يعني. بصوا بقى، ديت انا على فكرة انا بحبها كده، تبقى عاملة زي الايس كريم كده وتاكليها كده. بس في ناس بتحبها اخف من كده، يعني انا زوجي قال لي لا انا عايزة اخف من كده. شوفي في الكوباية قوامها كان حلو بالنسبة لي يعني. شوفوا بقى، شوف طلعيها عاملة زي الايس كريم. زوجي لما شافها قال لي لا انا عايزة اخف من كده. فلما عملتها مرة تانية عملتها آه، عملتها ازاي، حطيت نص كوبايه دقيق، فطلعت هشه قوي عن كده، خفيفه قوي عن كده. فانت بقى وراحتك، عايزه بقى عايزاها تبقى تقيله شويه، ممكن تعملي كوبايه اللبن، كوبايه الدقيق. عايزه تخفيها شويه، خففي الدقيق. بعد كده بقى انا جيت على الحوض وحطيت حبه بطاطا كده اغسلهم، وجيت على البوتاجاز. طبعا ده كله كان بالليل بعد الغدا. فانا قلت يعني اعمل اي حاجه كده ناكلها واحنا قاعدين. انا من نوع انا وولادي اللي بنسهر يعني، لان انا يعني ليا اولاد كبار فبيسهروا يذاكروا. ربنا يا رب ينجحهم هم واولادكم جميعا ان شاء الله. فانا قلت اما اعمل اي حاجه كده نتسلى فيها واحنا قاعدين بالليل. فغسلت البطاطا ونزلت بيها واحده واحده كده في الحله. طبعا بقيت اغسل واحده واحده تحت الحنفيه واحط في الحله كده على البوتاجاز كده. طبعا ده موسم البطاطا بقى، والشاطرة فيكم تشتري لها شكارة بطاطا وتحطها عندها في البيت او في تحت السلم او اي حاجة. وكل يوم بقى او كل يعني كام يوم تطلع بقى تشوي، تسلق، تعمل صينية،
حاجة حلوة. انا حطيت معلقة سكر ونزلت بحبة قرفة صغيرين. طبعا ده اختياري القرفة دي، بس بتخلي لها ريحة حلوة وطعم حلو. والسكر برضو اختياري، لان في بطاطا بتبقى مسكرة. فانا بصراحة ما كنتش عارفة البطاطا دي مسكرة ولا لا، لان انا كنت جايباها من عند ماما حماتي يعني. كان عندها حبة وانا خدت منها حبة لان كانت بتاعتنا خلصت، فما كنتش عارفة هي مسكرة ولا مسخة. فاضطريت ان انا احط حبة سكر صغيرين علشان تديني طعم احلى يعني. فنزلت كده بكوبايتين مية كده، عشان البخار اللي هيطلع من المية يسوي البطاطا كده. ما تكتريش يعني، ما تكتريش مية، لان هي كده كده بتنزل مية. فعلشان ما تبقاش معاكي مليانة مية، ده انا في الاخر كمان هي تنزل مية وانا هروح مصفية المية ومنشفاها. فلو عايزة تحطي يعني كوباية ونص مية، كوباية مية، بس انا حطيت كوبايتين على اساس ان البخار يطلع يسويها بسرعة ما تغيبش على البوتاجاز. وبعد كده هنشفها. شوفوا بقى دي بعد شوية طبعا قربت تستوي اهي. صراحة كانت جميلة جدا، ودي تبقى في الشتاء تدفي اولادك قوي. يعني تقدري تقوم الصبح مثلا قبل ما يروحوا المدرسة، تسلق لهم حبة كده في الشتاء الجامد بقى، ولما يكون في مطر او كده، وتروح لفه لهم ايه، وحدتين تلاتة كده يقشروها وياكلوها، بتبقى جميلة جدا جدا يعني. بعد كده بقى سيبها كده على النار كده تستوي، وبعدين تنشف على البوتاجاز. عندي حبة مواعين كده في الحوض، هقف كده اغسلهم ونصلي كده مع بعض. طبعا طول ما احنا واقفين كده بنذكر الله سبحانه وتعالى، وبنصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما تكوني بتغسلي المواعين يعني ايه، حاولي ان تكون في ميه سخنه في الحوض. يعني مثلا اما تكوني بتغسلي وبالذات في الشتاء، شوفي الميه السخنه هي اللي بتخلي الصابون يرغي معاكي. فحاولي يكون في ميه سخنه موجوده على اساس ان المواعين تتعقم. يعني انا مثلا اهو بفتح المية السخنة، بحطها في الصابون السائل، بحط عليها نقطة كلور صغيرة، طبعا مش كتير. حط نقطة كلور صغيرة في الصابون السائل ومية سخنة، هتبص تلاقي الحاجة مرغية معاكي. وكمان الكوبايات والمعالق والحاجة تتعقم منك، ما يبقاش فيها اي ميكروبات. المية السخنة طبعا بتطهر. يعني انت طبعا لو انت عندك غسالة اطباق، غسالة الاطباق بتشتغل بالمية السخنة، فبالتالي بتعقم لك الاطباق والكوبايات والحاجات دي. طيب احنا ما عندناش غسالة اطباق، فحاولي ان تكون اكتر غسيلك بالمية الدافية. يعني افتحي المية الدافية كده، وحاولي ان انت تطهري بيها المواعين، وتطهري بيها الاسطح اللي حواليكي، الرخامة، الحوض، الحاجات دي. انا والله صيف وشتاء بحاول ان انا اغسل مواعيني بالمية السخنة. هي طبعا استهلاك للسخان وكل حاجة، بس يعني حاولي ولو تبقى الكوبايات، المعالق، الحاجات اللي هي ايه، الاستعمال على طول دي تبقى متعقمة. طبعا انا خلصت كده كمية المواعين كده. طبعا في الوقت ده على النار البطاطا، وكنت حطيت، كنت خلاص على فكرة انا كنت في الوقت ده حاطه البوظة تخمر. بس انا لما عملت المونتاج حبيت ان انا اوري لكم البوظة عاملة ازاي ورا بعضها كده، يعني ما سبتهاش لاخر الفيديو. لا يعني انا كنت في الوقت بعمل كذا شغلة جنب بعض كده، بس لما جيت امنتج بقى رحت حاطه البوظة كلها ورا بعض. فاهميني طبعا. فالبطاطا خلاص استوت، والمواعين خلاص قربت تخلص اهي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تنسوش يا جماعة ندعي كلنا لبعض إن ربنا يفرج همومنا جميعا، ودايما نقول اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ودايما ما ننساش إخواتنا في غزة، ربنا ينصرهم على أعدائهم، اللهم أمين يا رب العالمين، وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا يا رب يفرج همومنا كلنا جميعا، ما يسيبش حد فينا لا مديون ولا مقروب، ولا يهين حد فينا قدام اولاده. طبعا الاهانة دي بتبقى ازاي؟ يعني لما يكون الواحد مش قادر يجيب لاولاده مثلا
حاجة ملابس، مصاريف في ايده، حاجات من دي بتبقى يعني اهانة للاب شوية قدام الاولاد ان هو يعني مش قادر. فربنا يا رب يكفي كل واحد فينا هم الدنيا وهم الدين، اللهم امين يا رب العالمين، ويفرجها علينا كلنا، اللهم امين يا رب العالمين. كده قربت اخلص اهو. طبعا هي الصينيه دي اللي متابع الفيديوهات بتاعتي انا كنت قلبة عليها المقلوبه الفلسطيني اللي انا كنت عملتها. انا كنت عملت المقلوبه الفلسطيني وجبت الصينيه دي كده، وكنت غلفتها بورق الومنيوم، ورحت قلبة عليها المقلوبه من الصينيه التانية. فبصراحه كانت شكلها حلو. اكمل كده كل المواعين بتاعتي ومش عايزه اطول عليكم يعني. كده طبعا احنا داخلين على مواسم امتحانات، احنا خلاص احنا في شهر 12، كل سنة وانتم طيبين. طبعا مواسم امتحانات، امتحاناتنا هنا في مصر بتاعت نص السنة بتبتدي من اواخر 12 وفي اول واحد. فدايما الاولاد بيبقوا عايزين حاجة، طول الليل بيسهروا بقى يذاكروا، طبعا اللي بيذاكر يعني ف يعني حاولي ان يكون دايما في حاجة موجودة عندك في التلاجة، عندك حاجة حلوة، مشروبات، طول الليل تعمل لهم مشروبات حلوة، تعمل لهم حاجة حلوة تحطها لهم، مثلا كيكة، تعمل لهم قرص، تعمل لهم سندوتشات خفيفة كده. فدي بتشجعهم قوي لما يكونوا سهرانين، وبالذات لما يكون اكتر من عيل مع بعض، يعني لما يكون مثلا بنتين مع بعض، ولدين مع بعض، وقاعدين مشجعين بعض كده، فالسهر بقى بيحلى والاكل بيحلى والحاجات دي. فعلى طول تعالي بقى كل يوم كده للمغرب واعمل لهم اي حاجة، اي حاجة حلوة، اي مشروب حلو، خلاص. كده خلاص يا جماعة، خلصنا مواعيدنا الحمد لله، وكلنا كنا طاقة إيجابية ونشاط وحيوية. والكلام ده كان بعد المغرب، يعني خلاص يعني ده المساء والسهرة يعني. فطبعا هو مفيش شغل بيخلص، عشان اقولك في شغل بيخلص مفيش يعني انا بعد الشغلة دي عملت 500 شغلة يعني. فكده طيب، علشان هنوصل مع بعض بقى للحاجة اللي انا عملتها، وبصراحة كانت هتموتني بصراحة يعني. بصوا يا جماعة، انا كده هشرب بس الكوبايات كده معاكم بسرعة، لان انا كنت صورتها بالفعل يعني، عشان ما عادش عايزة اطول عليكم يعني اكتر من كده. الحمد لله المواعين كلها خلصت اهي. شلنا كل حاجة بقى على جنب اهو، وهنجيب حبة البطاطا اللي على البوتاجاز. البطاطا اللي على البوتاجاز طبعا هي نزلت مية، لان البطاطا بطبيعتها بتنزل مية، يعني انت حطيت مثلا فيها كوباية او كوبايتين مية، هي كده كده بتنزل مية. طيب انت بقى ما انتش عايزاها تبقى زي ما تكون مسلوقة، يعني هي كده كده مسلوقة بس انت عايزاها ناشفة، يا تحط في قلبها ورق، في ناس كانت بتحط ورق جرايد زمان، ممكن تحط فيها ورق زبدة. يعني بعد ما تصفي خلاص حبة المية اللي فيهم اهي، انا كده كده استوت، انا ما عادش عايزة المية دي خالص، فصفيتها خلاص ما عادش فيها ولا نقطة مية خالص اهو. واروح حطها على البوتاجاز، يا اما تعلي النار عليها وتقفي بس تنشف منك بس من تحت شوية صغيرين، وبعد كده تشيليها بس ما تخليهاش تشيط يعني. هي ايه تنشف قوي من تحت، وخلي بالك هي لما بتنشف قوي من تحت بتبقى طعمها احلى يعني. الاولاد حتى لو جم يدوروا على البطاطا بيدوروا على الحبة اللي كانوا في ارضية الحلة. فكده بس دقيقتين بس، ما عادش يبقى فيها مية خالص اهو. طبعا هتديكي طعم اكنها مشويه بالظبط. طبعا انت عايزه بقى تغسليها واحده واحده، وتسخني الصاجه بتاعه الفرن وترصيها في الفرن وتسيبيها حلو برضو. وممكن انت علشان ما تاخدش وقت كبير في الفرن، ممكن انت تغلفي الصاجه بورق سلوفان اللي هو الورق الالومنيوم فوق البطاطا، وتسيبيها برضو هتستوي تديكي نتيجه حلوه قوي كده. في ناس على فكرة يا جماعة بتقشر البطاطا وتقطعها حلقات وتحط عليها حبة سكر وحبة قرفة، وتحطها في صينية وتحطها في الفرن تستوي خالص وتبقى متقشرة وطعمها جميل برضو. خلاص هي كده بقت حلوة اهي. بنتي حتى كانت واقفة بتقول لي طلعي لي يا ماما، وعمالة تنقي بقى، اقول لها دي تقول لي لا اللي جنبها، اقول لها دي تقول لي لا اللي جنبها.
عشان كده كنت عماله اشاور اقول لها ني. فهي كانت استوت خالص اهي. بصراحه كانت سكر. شوف بقى العلامه بتاعت الحله من تحت دي كانت احلى حاجه في البطاطا. الحته اللي تحت دي اهي، دي بقى اللي تدي للاولاد طاقه وحراره كده في الشتاء تدفي قوي. طبعا احنا عاملين كميه صغيره. العائلات الكبيره ده احنا كنا زمان لما كانوا يجوا انا طول عمري يعني ما كناش عيله كبيره، يعني انا كنت انا واخويا وماما بس. لكن كنت بشوف عائلات كبيره ما شاء الله لما كانوا يجوا يسلقوا بطاطا كانوا بيحطوا آه، زي الاذان كده يعني كانوا يحطوا حله كبيره كده ويسلقهم ويقعدوا يوزعوا على الاولاد الصغيرين. فبتبقى فرحه كده وحاجه حلوه قوي كده. خلاص انا طلعت البطاطا كده، كنت بوريلكوا شكلها. شوف من جوه صفرة وجميلة ازاي. خلاص كده لحد كده تمام. تعالوا بقى نروح على الحوض عشان اقول لكم ايه اللي حصل. وانا خلاص رايحة بقى اغسل الحوض. انا بحب لما اكون بغسل الرخامة والحنفيات والحاجات دي احط ايه كلور كده. مليت الرخامة آه، كلور وصابون سائل وقعدت ادعك. هسيب لكم الصوت كده وبعدين هعلق على اللي انا عملته. اللي حصل بقى يا جماعة ان انا حطيت كلور على الرخامة والحوض، وبعد كده رحت حاطة عليه خل. لما حطيت بقى الخل على الكلور طلع غاز سام. ده بقى انا ما كنتش عارفة بقى ايه اللي بيحصل. انا لقيت ريحة جامدة قوي، وبعدين لقيتني بكح جامد وما يعني ما مش عارفة استحمل الريحة. ريحة جامدة جدا، ريحة صعبة بتخنق. وبعدين انا المطبخ بتاعي اصلا ماهوش مقفول، يعني ما عليهوش باب من بره. فبدات افتح الشباك لقيت برضو ريحه صعبه جدا جدا، اكن حاجه يعني بتطلع، يعني مش حاجه قدامك شايفها يعني، لا ريحه صعبه. فبدات ان انا اخرج بقى من المطبخ خالص يعني قعدت اكح جامد حتى هي باينه خالص في الفيديو. وبعدين انا ما كنتش اعرف في ايه، عماله اقول دي ريحه اللي طالعه، انا مانيش عارفه، انا مش واخده بالي. انا كنت عارفه زمان ان الكلور لو اتحط على حاجات ممكن ان هو يتفاعل ويعمل غازات سامه، بس ما كنتش عارفه ان هو الخل. فلما حطيت الخل على الكلور على الرخامه فعلا طلع غاز سام. انا خرجت من المطبخ اجري، ولولا ان انا فتحت الشبابيك وجيت على طول جبت البوله كده وبقيت املى ميه واكبها على الحوض، املى ميه واكبها على الحوض لغاية ما الريحة بدأت تروح شوية. وبعدين رحت رايحة على طول ماسكة التليفون عشان أشوف على اليوتيوب أشوف هو في إيه، يعني إيه اللي حصل. لقيت إن تفاعل الكلور مع الخل بيطلع مادة سامة اسمها الكلورامين، فدي بتسبب الوفاة في الحال. فيعني انا من نعمه ربنا عليا بقى ان انا وانا بغسل حطيت صابون سائل عليهم، فممكن تكون هي اللي هبطتها شويه. وكمان انا فتحت الشبابيك وخرجت من المطبخ،
فده اللي ممكن يكون انقذ الواحد من موت محقق فعلا. يعني انت لو دخلت على النت وشفتوا الحتة دي يقولك ده بتسبب الوفاة في الحال، لانه غاز سام جدا، يعني موجودة في الكيمياء العضوية الناس بتوع علم بقى اللي عارفين الكلام ده. فالحمد لله ان حصل خير. ممنوع ان انتوا تحطوا الكلور على الخل يا جماعة، لان ده يعني ليه مضاعفات جامدة قوي. الحمد لله ربنا ستر. وبدأت بعد كده بقى بعدها بشوية خللت كده شوية لفت اللي انتوا شفتوه بقى في الفيديو من شوية. بدأت ان انا اخلل شوية لفت، بدأت ان انا جبت لبن وجبت حلبة. طبعا انا كنت في الوقت ده صورت ليه عشان كنت عايزة اقول لكم ان الحلبة فيها فوائد كتير للاولاد برضو، وبتدي طاقة، وبتكتر الدم في الجسم لو حد عنده مثلا انيميا او فقر دم او حاجة. حتى يعني امهاتنا زمان كانت الواحدة بعد الولادة او ايام النفاس والحاجات دي كان دايما لازم يجيبوا الحلبة دي، ينقوها ويغسلوها وينشفوها ويودوها للواحدة وهي والدة كده، طول ما هي معاها النونو الصغير كده، ويقعدوا يشربوا حلبة على طول، على اساس ان هي بتكتر اللبن بتكتر الدم والحاجات دي. من وقت للتاني اهتها لولادك، يعني هي كترها بيخلي ريحة الحتة مش حلوة على فكرة، بس هي لها فوائد كتير. فمن وقت للتاني كده ما تنسيش على الحاجات دي ان انت تجيبها لاولادك. حطيت كده، غسلت طبعا الحلبة لان انا ما كانش عندي حلبة مغسولة ومتنشفة، فغسلت حبة الحلبة كده وحطيتهم في مية على البوتاجاز وغليت اللبن. ولما الحلبة هتغلي، طبعا انت ما تسيبهاش تغلي كتير على النار لان هي بتدي مرارة، فهي هتغلي غلوتين كده. وبعد كده طبعا انت هتغطي عليها النار، هتغطي على الحلة لان الاعشاب بيبقى فيها زيوت طيارة، لو راحت من الاعشاب طبعا خلاص ما عادش يبقى لها فايدة. بس انا يعني المقطع اللي انا كنت مغطية فيه الكاميرا مش جايباه. خلاص انا البطاطا كده كانت خلصت من الحله واتاكلت، يعني خلاص ما عادش الا اللي انتوا شايفينه قدامكم دول. فانا قلت اشيل بقى، افضي الحله واغسل مكانها كده واسيب الحته زي الفل كده على بال ما ما الحلبه تخلص بالطريقه دي. بعد كده رحت على الحوض كده، رحت غاسله الحله بتاعه البطاطا كده. طبعا الحله دي يا جماعه جرانيت، وما بتخليش الاكل يلزق فيها، ما شاء الله جميله وتقيله وجميله ومقاسها كبير جدا. يعني ديت لو عيلة وتعملي فيها مثلا محشي ورق عنب او محشي كرنب او اي حاجة وقلبتيها ما بتلزقش، وبتنزلك الحاجة بشكلها بالظبط كده. ما شاء الله عليها جميلة جدا. وطبعا في الغسيل ما تغسلهاش بسلكة عشان ما تتجرحش منك، هي بلفت المواعين بس، اهي بالاسبونشة بس. طبعا احنا كده كل حاجة بتتوسخ مننا بنقف نغسلها على طول عشان الحتة تبقى حوالينا نظيفة. اهم حاجة ان المطبخ يبقى نضيف ورايق، تحس ان الشقة كلها نضيفة. بعد كده خلاص، على بال ما خلصت كده الحلة دي كانت خلاص كده، خلاص اهو. وبعد كده هنفضي بقى الحلبة واوريكم شكلها كده. في ناس على فكرة بتفضل اليانسون والحاجات التانية ده عن الحلبة، بس انت لو تعرفي اصلا فوائد الحلبة مش هتبطلي تعمليها لك ولاولادك. كده كده حضنا ومواعيننا زي الفل. خللنا اللفت، وعملنا الحلبة، وعملنا البوظة، وعملنا البطاطا. فده كان روتين مسائي جميل جدا وخفيف، وربنا يبارك لنا في أولادنا وينجحهم، اللهم آمين يا رب العالمين، ويفرج همومنا جميعا وكروبنا. وما ننساش ندعي لأخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم على أعدائهم. وبالهنا والشفاء للي أكل أي حاجة، وبالهنا والشفاء على قلوبكم كلكم. بصوا الحلبة بعد ما تستوي يعني وخلاص تفات النار، سيبيها بس ترسى كده شوية بدل ما تقعد تصفي فيها، هي كده كده هترسى اهي. هنجيب بقى الكوباية ونبتدي ان احنا نفضيها. بصوا بقى، احلى كوباية حلبة بلبن. طبعا اللبن بيخلي ريحة الحلبة ما تبقاش واضحة قوي،
لان في ناس يقول لك ايه ده الحلبة بتخلي ريحة العرق وحشة، في الحلبة بتخلي ريحة البيت وحشة. اللبن بيضيع ريحة الحلبة، بتخلي بقى اللي داخل من بره ما يقولش ان البيت ريحته حلبة. فلو هتعمليها اعمليها بلبن، وطبعا ده بيكمل بقى ايه القيمة الغذائية بتاعته. لسه تايه خالص، أرضية الحلة بقت هي البذر نزل فيها، ومن فوق صافية خالص اهي كده. ما تنسوش تشتركوا معايا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يصلكوا كل جديد، وما تنسوش تدوسوا لايك وتكتبوا تعليق يشجعني، وتصبحوا على خير يا أحلى متابعين. مع السلامة.